هزيمة الزمالك من نهضة بركان 2-1. بشوف ان الزمالك قدم مباراة جيدة بل جيدة جدا، اللي خلى الزمالك يستقبل هدفين اخطاء فردية سواء من حسام عبد المجيد او من محمد عواد، لكن في المجمل العام فريق نهضة بركان ما شكلش الخطورة اللازمة. نهضة بركان قدم مباراة جيدة، لكن الزمالك كان افضل منه في الاستحواذ، افضل منه في كل شيء، اللي خلى الزمالك الشوط الاول ما يبقاش الافضل وما يبقاش كويس. ان مصدر قوة الزمالك احمد سيد زيزو كان بيلعب جناح شمال، وقوة زيزو وامكانيات زيزو بتظهر في مركز الجناح اليمين. وهنا بمجرد ما زيزو اتنقل للشوط الثاني في مركز الجناح اليمين بيعمل اسيست خرافي لسيف الدين الجزيري. وبصراحه بالنسبه لي سيف الدين الجزيري كان نجم الماتش، نجم فريق الزمالك. قدم مباراه جيده، كان بيهد في دفاعات الخصم، بيتحرك بشكل كويس، لعب الكره براسيه بشكل متقن وبشكل كويس جدا. فالجزيري كان افضل لاعب بالنسبه لي في المباراه. الزمالك زي ما قلنا جوميز اللي خلاه يستقبل هدفين اخطاء فرديه، مع كمان اسلوب لعب جوميز. لازم ان انت تلعب قدام فريق نهضه بركان خاصه على ارضه، تلعب ما تكونش انت الفاعل، معنى ان انت ما تاخدش الكوره وتروح تهاجم وان انت تحاول تسجل هدف. ما تفتحش خطوطك، اهدى على الكوره. لو انت مهزوم 1-0 مهزوم 2-0 اهدى على الكوره، قفل دفاعاتك، حاول تستقبل اقل عدد من الاهداف، وانت كده كده هتسجل من عرضيه، هتسجل من ضربه جزاء، هتسجل من كرة ثابته. المهم ان انت تلعب على ان انت تسجل هدف حتى لو انت خسران 2-0، وده اللي حصل الشوط الثاني. وقفت على رجلك، وبمجرد ما الزمالك وقف على رجله دفاعيا وما فتحش خطوطه وبقى يلعب على المرتدات، وده اسلوب لعب لازم كنت تلعب بيه من بدايه المباراه، وتحاول ما تهاجمش فريق نهضه بركان وان كان ما سجلش من المرتدات، لكن الشوط الاول شكل عليك خطوره من مرتدات كتيره جدا. بمجرد ما الزمالك وقف على رجله الشوط الثاني، بمجرد ما الزمالك قفل دفاعاته بشكل كويس، فريق نهضة بركان ما خلقش ولا فرصة الشوط الثاني غير تقريبا تسديدة للاعب نهضة بركان، وجت في العارضة او جت في القائم من فوق. فهنا نهضة بركان ما قدرش يخلق فرص. ليه؟ لان الزمالك كان واقف على رجله ومقفل دفاعاته بشكل كويس، سايب الكرة، العب خد الكرة، رغم ان كمان نسبة الاستحواذ كانت اعلى للزمالك، لكن في نهاية المباراة قفل دفاعاته، لعب بشكل كويس، ما كانش فيه مساحات ما بين الخطوط، ما لعبش على انه ياخد الكرة ويروح وتتقطع منه ويلعب فريق نهضة بركان على المرتدات فيشكل خطوره. فالزمالك قدر النهارده ان هو يحافظ على اماله بتسجيل الهدف. زي ما قلنا اخطاء فرديه، الزمالك قدر ان هو يكسب هنا 1 و2، لكن عايز اقول لك ان فريق نهضة بركان لو انت لعبت من البدايه بالشكل اللي انت لعبت بيه، فاتح خطوطك وبتهاجم بكل قوه، هتلاقي فريق نهضة بركان بيشكل عليك خطوره وبيسجل فيك اهداف. فلازم الزمالك هنا يخلي اسلوب لعبه متزن شويه علشان يقدر ان هو يكسب، وهدف هتقدر تسجله في اي توقيت في المباراه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وعلى فكره انا اهلاوي، بس عجبني النهارده الزمالك وشفت الزمالك بشكل جيد، سمعت الماتش وركزت فيه بشكل جيد. الزمالك قدم مباراه كبيره، خاصه زي ما قلت سيف الدين الجزيري شايف ان هو عمل مباراه مثاليه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.